شباب تانية ثانوي ركزوا معايا من ضمن بقى الدروس اللي بتبقى تقيلة شوية موضوع اليو شيبد تيوب. نراجع سريعا كده فكرتها. الفكرة كلها ببساطة ان انا بيبقى عندي تيوب على شكل حرف يو كده بالشكل ده، والفكرة كلها ان انا عايز اجيب الريلاتيف دينستي او بمعنى اصلح عايز اعمل ايكوليبريم للبريشر في الناحيتين. اول حاجة ان انا لما اجي اختار سيبريشن سيرفيس، يعني عندي ليكويد هنا اللي باللون الاسود ده تمام، اتحط على ليكويد كان موجود اوريدي باللون الازرق اللي موجود ده هنا، زي مثلا وليكن نقول اويل مع مين، مع ووتر تحت. ببساطة يا شباب لو ركزنا هنلاقي ان احنا عندنا كام سيبريشن سيرفيس. الجزء الاولاني ده هنا مع اويل وهنا هواء، يبقى ده ما ينفعش، لازم يكون السبريشن سيرفيس اللي هختاره في نفس الليكويد في الناحيتين. طب السبريشن سيرفيس هنا لا، ده كده ووتر مع مين، مع اويل، برده ما ينفعش. امال اللي هينفع معايا ايه؟ السبريشن سيرفيس اللي في الاخر خالص اللي هو تحت الاويل، لان كده هيعدي على الووتر في الناحيتين، فكده بالنسبه لي ده هيكون السبريشن سيرفيس يمين وشمال واحد. طب وده معناه ببساطه ان البريشر اللي هنا اللي على الجنب ده اللي هو عباره عن الاتموسفيريك، واضيف عليه مين؟ ايوه ممتاز اللي قال، هضيف عليه الرو والجي والاتش بتوع الاويل. طيب لو رحنا الناحيه الثانيه، ركز كده معايا، هنلاقي عندنا مين؟ اتموسفيريك برضه، واضيف عليه مين بقى؟ ها، ممتاز، الرو والجي والاتش بتوع مين؟ الووتر. طب ما لو ركزنا، لو سوينا الاثنين ببعض، الاتموسفيريك هنا وهنا الاثنين قد بعض فبالسلامه. الجرافيتي اكسلريشن هنا وهنا كونستانت، فممكن اكنسل الجرافيتي من هنا ومن هنا، هتكون النتيجه عندي ان هيفضل مين ببساطه لو ركزنا؟ الرو اويل اتش اويل ايكوال، ها ايوه، الرو ووتر اتش ووتر. طبعا لو اخدنا الريلاتيف دينستي، يعني الرو اويل على الرو ووتر هتديني اتش الووتر على اتش الاويل، كده اقدر اجيب الريلاتيف دينستي اللي هو الاستخدام الاسهل لمين؟ لمفهوم اليو شيب تيوب. لكن ببساطه لو ركزنا مش هو دي، مش هي دي الفكره الاساسيه بالنسبه لي. امال الفكره كلها ان هو لما بيجي في المسائل بيعتمد على الجزئيه دي، ده رقم واحد، وبيعتمد على ان احنا عندنا الفوليوم بيكون عباره عن الاريا في الهايت، ودي هنفهمها دلوقتي في المساله اللي جايه على طول. ان احنا ببساطه لما باجي ازق كميه معينه، يعني احنا هنا زقنا مثلا الوتر وليكن من الجزئيه دي القديمه بالنسبه لي دي، نقلناه للجزء اللي تحت، سي مثلا زقناه وليكن هنا 10 سم، يبقى هنا كده 10 سنتيمتر هيتزق الناحيه الثانيه ازاي؟ بص كده ركز معايا، هو كان واقف هنا في البدايه خالص قبل ما احط الاويل، طلع كمان لفوق 10 سم، يبقى كتوتال لو فرضنا ان هو نزل 10 يبقى هيطلع 10 زيهم. طب كده الديفرنت بتاعت الوتر او الهايت بتاع الوتر، ما هو بيقول لك الديفرنت بتوين التو ليفل اوف ووتر بالشكل ده، 10 طلعهم و10 نزلهم، يبقى توتال كام قد ايه بالنسبه لي؟ ايوه 20 سنتيمتر. يبقى ببساطه ده علشان الاريا اللي هنا وهنا قد بعض. ايه ده، هي الاريا ممكن تختلف؟ طبعا الاريا ممكن تختلف، وبالتالي لو انا مثلا عندي الاريا دي الدبل فرضا ونزلت 10، يبقى هتطلع في الأضيق بالنسبه لي كام؟ ايوه ممتاز، سامعك اللي قال 20. ليه؟ لان ببساطه الاريا بالنسبه لك لو قلت ده معناها ان الهايت ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد بنفس النسبه عشان يفضل الفوليوم كونستنت. دي من ضمن الالعاب اللي هو بيلعب معايا فيها شويه في المسائل اللي من النوع ده. جزئيه كمان مهمه جدا ان انا لازم افتكر طول الوقت ان الماس لو انا عايز احسبها هحسبها عن طريق الدنسيتي في مين؟ في الفوليوم. وقانون الفوليوم بالنسبه لي اللي هحسب بيه برده هيكون الاريا في مين؟ في الهايت. ده القانون ده ما يتنسيش حتى لغايه ثالثه ثانوي ان شاء الله باذن الله، لان هنحتاجه في التعامل مع الالكتريستي. طيب عشان ما نضيعش وقت كتير، نحاول نخش نفهم الافكار اكتر من خلال المسائل ونترجم كده مع بعض واحده واحده. اول حاجه المساله اللي موجوده قصادي هنا دي، هو بيعمل ايه هنا؟ نركز كده مع بعض. الراجل ببساطه بيقول لك اعمل حسابك ان انت عندك ايه؟ اتنين اريا، واحده 2A وواحده هنا A. جميل. وعندك اتنين ليكويد، الليكويد اللي باللون الاحمر ده مسميه 1 وبيقول لك ان الهايت بتاعه اتش، والليكويد اللي باللون الاخضر بالنسبه لي ده الهايت بتاعه كام؟ 1.5 اتش، وده مع اريا. طيب لو ركزنا كده مع بعض هنتعامل ازاي؟ ببساطه اول حاجه هنعملها هنا هنلاقي كالاتي، ان احنا عندنا اول حاجه لازم نجيبها ان الرو 1 اتش 1 ايكوال رو 2 اتش 2، ولازم الخطوه دي اجباري ناخد بالنا منها لسبب، لان لما اجي افك الماس دي والماس دي زي ما هو طالب، الماس هتتفك الرو في الفوليوم. يبقى لو جينا ركزنا كده ببساطه، لو الفوليوم بالنسبه لي ما اشتغلش بالطريقه اللي انا محتاجها، يبقى او سوري لو الدنسيتي بتاعتي انا ما اعرفش الفاليو بتاعتها، يبقى هتكون النتيجه عندي ايه؟ المساله تبقى النون، ما ينفعش اطير الاثنين دنسيتي مع بعض نظرا لاختلاف الايه؟ الليكويد. بصوا يا شباب ركزوا معايا، اول حاجه انا عندي في هايت هنا بكام؟ ب اتش، وهايت الناحيه الثانيه كمان ب 1.5 اتش. نعوض، الهايت الاولانيه بكام؟ ب اتش تمام، في رو 1، وهنا الرو 2 في اتش 2 اللي هي كام؟ 1.5 اتش. طب لو جينا ركزنا مش ممكن اطير الاتش من ناحيتين؟ طب وده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ان رو 1 ايكوال 1.5 في رو 2، ودي هسيبها كده على جنب لان كده كده هحتاجها. في ايه بقى؟ بصوا كده معايا، انا عايز اجيب ماس 1 وماس 2، يبقى هاجي هنا هقول له ان ماس 1 دي هتتفك وماس 2 هتتفك. ماس 1 هتتفك دينستي 1 في فوليوم 1، وماس 2 دينستي 2 في فوليوم 2. ممتاز، نكمل. اول حاجه الدينستي 1 اقدر ان انا اعوض عنها ولا ما اقدرش؟ اقدر اعوض عنها بكام؟ ب 1.5 دينستي 2. ماشي، يبقى كده ادي الريشيو بتاعتي، فوق هقول 1.5 دينستي 2. طب ما هو فوليوم 1 اللي هو اريا 1 في هايت 1، اريا 1 بكام يا جماعه؟ ايوه ب 2A، في الهايت بكام؟ ب اتش. وننزل تحت دينستي 2 هسيبها زي ما هي، الاريا بتاعتها ايه بس، والهايت بتاعي كام؟ 1.5 اتش.
ركز كده بقى معايا وشوف الحاجات اللي انت ممكن تشيلها مع بعضيها. اول حاجه دينستي 2 دينستي 2 اريا اريا اتش. هتفضل الارقام اللي موجوده عندي نتعامل بيها 1.5. واحد يقول لي طب ما ال 1.5 مع ال 1.5 هنا صح برضه. هيفضل معايا ايه اللي فاضل؟ لو بصيت فوق ما فاضلش غير مين؟ 2 صح. وتحت مفيش اي حاجه كله ب1، يبقى كده الريش بتاعتي طلعت في الاخر 2 اوفر ال1. كده الريش في الاخر طلعت كام؟ 2 اوفر ال1. تمام. طيب لو حب يغلس في مساله زي كده وما رضاش يجيبها لي مرسومه، يعني يديني مساله مكتوبه، ركزوا بقى كده معايا ونشوف. بصوا كده معايا في المساله دي يا شباب، اللي هي مكتوب عندنا هنا كام؟ 37. بصوا بقى عشان المساله دي انا اخترتها مخصوص عشان خاطر ان هو لاعب بالالفاظ معايا في كذا جزئيه كده، هنحاول نركز كده ونشوف بالتفاصيل احنا هنعمل ايه. بيقول لي يو شيب تيوب الهايت بتاعها بكام؟ ب 40 سنتيمتر. يعني انا كده بالنسبه لي اليو شيب تيوب اهي زي ما احنا بنرسمها كده مع بعض، الهايت بتاعها اذا كان من هنا او من هنا كام؟ 40 سنتيمتر. جميل. هو جاب سيره الاريا في حاجه لغايه دلوقتي؟ لا. يعني معنى كلامي ان يونيفورم كروس سكشنال اريا، ما هو بيقول لي الاريا اعمل حسابك انها بكام؟ ب 2 سنتيمتر باور 2. قال لي الاريا كده وسكت، يبقى معنى كده ان الاريا يمين وشمال واحد. جميل. وقال لي اعمل حسابك ان انا مليت ووتر لغايه ما وصلت للنص. طيب وصلت للنص يعني المفروض انها وقفت هنا ووقفت هنا، يعني اللي فضل من هنا وهنا يمين وشمال. خد بالك احنا قلنا الهايت من هنا لهنا كام يا عم؟ بالظبط كده 40. حلو. كده اللي فضل عندي كام؟ 20 في الناحيتين. جميل. هو بيقول لي يا عم انا عايزك تحسب لي الهايت بتاع الاويل above the separation surface of the density of oil كام؟ 800 كام؟ كيلو جرام بر متر باور 3، وعندي الووتر ب 1000. جميل. طب ركز كده معايا، يعني معنى كلام ان الراجل ده صب ايه؟ ايوه صب اويل لغايه ما وصل هنا. طيب نركز كده يا شباب، لما صب لي اويل لغايه ما نزل هنا، هي تفتكر الووتر هتفضل زي ما هي؟ لا مستحيل طبعا. ركزوا بقى معايا، يبقى المفروض الاويل دي هتنزل الووتر شويه شويه. قد ايه؟ الله اعلم. اكس. يبقى كده ركزوا بقى معايا ونشوف كده بالترتيب بتاعنا هنعمل ايه. اول حاجه نمشي كده مع المساله خطوه خطوه. اول حاجه بالنسبه لي انا عندي المفروض هايت الاويل طلع ال 20 واتضاف عليها مين؟ الاكس. جميل. طيب وانا لما ضفت اكس بالشكل ده، مش المفروض ان الوتر هتطلع برضو اكس كمان هنا؟ صح. ايوه بس كده السيبريشن سيرفيس بقى تحت في اكس طلعت واكس كمان نزلت، يبقى كده هايت الوتر بالنسبه لي طلع قد ايه يا عم؟ 2 اكس. صح الكلام. هو الراجل بيقول لك ايه؟ انا عايزك تحسب لي، ركز بقى معايا، هايت الاويل. يعني انا مبدئيا عايز اجيب ده. طب ايه الداتا اللي موجوده عندي؟ هو مديني الاثنين دينستي. جميل. يبقى هاجي هنا هقول له هايت الاويل اتش الاويل ايكوال هايت الووتر اتش مين؟ الووتر. جميل الكلام ده. نركز. هايت الاويل بالنسبه لي كام؟ 800 في مين؟ بالظبط كده. فك بقى معايا 20 بلس مين؟ الاكس ايكوال هايت الووتر بكام؟ 1000. اتش الووتر ب 2 اكس. كده لو بصيت للمساله بتاعتي هيبقى مفيش قدامي انون غير مين؟ ركز كده معايا، مفيش قدامي انون خالص غير الاكس. طبعا ممكن تحلها شيفت سولف، ممكن تحلها ماس عادي، ان انت دي هتطلع بالنسبه لك 2000 اكس عادي، وهتحسب بقى ال 800 دي في كام؟ في 20 بلس 800 اكس، وتحل المساله على هذا الاساس ماس. هتطلع الاكس في الاخر بكام؟ ب 13 سم بالشكل ده. طب الاكس بتاعتي ب 13 سنتيمتر. هو الراجل عايز مين؟ عايز الهايت بتاع الاويل. جميل قوي الكلام ده. يبقى هاجي هنا هقول له يا عم هايت الاويل اللي سيادتك عايزه هيطلع ال 20 بلس مين؟ ال 13، يعني هيطلع في الاخر كله 33 سنتيمتر من الاويل. دي نقطه. هو الراجل سكت لغايه كده؟ لا، بيقول لك يا عم انا عايزك تحسب لي مين كمان معايا؟ عايزك تحسب لي الماث بتاعه الاويل. والله الماث بتاعه الاويل هتبقى محتاجه انا مين كمان؟ ركز معايا، دينستي الاويل. تمام. دينستي الاويل مع هايت الاويل مع الاريا كمان. طب ليه؟ لان ببساطه يا شباب انا طالما انا عايز اجيب الفاليو كما هو طالبها كده بالشكل ده، يبقى المفروض ان انا عندي دينستي ملتبلاي الفوليوم، والفوليوم بيتفك اريا في مين؟ في الهايت. يبقى كل اللي انا هعمله ان انا هروح واخد مين يا عم؟ ال 800. طبعا لو هو عايزها باي كيلو جرام هتشتغل على طول بالدينستي زي ما هي كده، وتروح واخد مين؟ الهايت بتاعك، بس طبعا لازم تحوله للمتر يبقى 0.33، وبعد كده الاريا كمان لازم تحولها للمتر اللي هي 2 بس في 10 to the power -4. كده على طول تقدر تحسب دي باي كيلو جرام اللي هي هتطلع معاك في حدود 0.053 كيلو جرام. طبعا لو عايزها بالجرام هتبقى ديفايد 1000 عادي، هتقدر تجيبها بسهوله، او ممكن تحسبها على طول عن طريق ان الدنستي تاخدها برده ديفايد 1000 وتشتغل بجرام بير سنتيمتر. برده من ضمن الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها ان هو ممكن يدخلك في حاجه ليها علاقه بالويت. يعني ايه الكلام ده؟ ركزوا كده بقى معايا شويه وخد بالك من حاجه. في مسائل كتير جدا من النوعيه دي ما بتبقاش فيها اي مشكله غير فكره ان انت تبقى مركز بس هو بيتعامل معاك ازاي في المساله. يعني مثلا تعالوا ناخد كده مثال زي برضو مساله هي فيها رغي شويه، او تعتبر مسالتين جوه مساله، فنركز كده مع بعض، اللي هي كانت جت في امتحان ازهر في سنه من السنين
ايام ما كان المنهج ده ثانويه عامه، اللي هي مساله 35. نركز كده بقى مع بعض ونحاول نفنط المساله زي ما فنطنا المساله اللي قبلها. ركزوا معايا. هو هنا بيقول لي اعمل حسابك ان انت عندك يو شيبد تيوب اهي بكروس سكشنال اريا، ده الاريا بتاعتي، وعندي اماونت اوف ووتر موجوده، وضاف عليها قد ايه؟ بص كده ركز معايا، 9 سنتيمتر باور 3، يبقى ده فوليوم بتاعت كيروسين، حطها في واحده منهم، لقى الهايت بتاعت الووتر بقت كام؟ 36. ركزوا بقى معايا كده شويه ونحاول نشوف الدنيا بتاعتنا هتمشي ازاي في مساله زي دي. هدوء يا شباب وركزوا معايا، ركز كده بقى ودماغك وصحصح لي. بص يا شباب، هنا ببساطه انا عندي يو شيبد تيوب بالشكل ده، جميل، فيها المفروض ووتر وضاف عليها كيروسين. الكيروسين ده المفروض ان هو طبعا نزل الووتر بالشكل ده، بحيث ان خلى لي السيبريشن سيرفيس او الهايت بتاع الووتر على كلامه 3 بوينت كام؟ 6. حلو. وبعدين الكميه اللي هو كان ضايفها هنا كانت المفروض انها 9 سنتيمتر باور 3. هو الراجل ما تعبناش ومدينا الاريا بكام هنا؟ ب 2. طب ماشي، انا عندي اريا وعندي فوليوم، اقدر اجيب الهايت صح؟ يبقى الهايت بالنسبه لي هيبقى الفوليوم اوفر الاريا، يعني ال 9 اوفر ال 2 اللي هي هتطلع 4.5. يبقى كده ببساطه انا كده عملت حسابي ان الكيروسين المفروض هيطلع لغايه 4.5 سنتيمتر. حلو. طب انا هستفيد ايه من ده؟ الراجل لسه هيكمل المساله وهيقول لي ان انا هحط كميه تاني من البنزين مثلا، او هيحطها جازولين زي ما موجوده في المعاصر حاليا. المهم ان هو هيحط كميه معينه تاني من ليكويد تاني، بس عشان يكون كلامي دقيق وواضح لازم ان انا اتعامل مع الاول الكيروسين مع الووتر. لازم اتعامل مع مين؟ مع الكيروسين مع الووتر. يبقى هنقول رو الكيروسين اتش الكيروسين ايكوال رو الووتر اتش مين؟ الووتر. طيب تمام. الكيروسين عندي بكام؟ انا ما اعرفش والله الدنستي بتاعته، انا عامل الحدوته دي كلها عشان اقدر اجيب الدنستي بتاعته. جميل. يبقى دي كده رول الكيروسين ما اعرفهاش، بس هايت الكيروسين 4.5، رول ووتر 1000، هايت الووتر ب 3.6. لما اجي احسب الكلام ده هيطلع معايا الرو بتاعت الكيروسين بمنتهى البساطه كام؟ 800. طب حلو. دي هتفيدني في ايه مع انه ما طلبهاش؟ الراجل طالب مني الفوليوم، يعني اقرا كده بقيه المساله بيقول لي ايه. ركزوا كده معايا، بيقول لي انا عايز احط فوليوم بتاع بنزين، المفروض ان هو هيتحط في سايت تاني لغايه ما الليفل بتاعت الووتر يبقى الناحيتين قد بعض. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده معايا، هو عايز يحط كميه معينه من البنزين الناحيه دي، بحيث ان هو يخلي البنزين ده ينزل لي لغايه ايه؟ ينزل الووتر تحت، بحيث ان السيبريشن سيرفيس يبقى ما بين مين ومين؟ ما بين كيروسين هنا وما بين بنزين هنا. جميل، مفيش مشكله، هنمشي مع السؤال. المفروض ان انا عندي ادي رو الكيروسين اتش الكيروسين هتبقى ايكوال رو البنزين بقى بتاعي او البنزين بتاعي ده مع اتش مين؟ بتاعته. جميل، مفيش مشكله. نكمل. الكيروسين بكام؟ 800. الهايت بتاعه ما اتغيرش 4.5. ها، البنزين هو مديهوني ب 900، واقدر اجيب الهايت بتاعت مين؟ البنزين لو انا محتاجها. الراجل قال لي لا، انا عايزك مش تجيب لي الهايت، انا عايزك الاماونت. الاماونت يعني الفوليوم، الكميه نفسها. جميل، هجيب الهايت الاول وبعد كده نشوف ايه اللي هيمشي معايا. لما اجي احسب الهايت ده هلاقيه يطلع معايا 4 سنتيمتر. طب تمام، طالما انا وصلت للهايت اقدر اجيب الفوليوم ازاي؟ ايوه سامعك اللي قال ممتاز. ها، الفوليوم ببساطه هيبقى عباره عن الاريا في مين؟ في الهايت. الاريا عندي بكام؟ ب 2، الهايت عندي ب 4، يطلع النتيجه في الاخر 8 سنتيمتر باور 3. وكده دي تعتبر اهم افكار اليو شيبد تيوب، وبرده تقدروا ان انتوا تحلوا معايا على طول اول باول الافكار اللي هتبقى جايه اهي. وبالمناسبه عايزكم تفكروا كده معايا امتى اكتر وقت سويتابل ليكم. انا بالنسبه لي هيكون عندي يوم الجمعه بالليل بعد الفطار، يا اما السبت ان شاء الله نقدر نعمل لايف نشوف افكار اللي بتقف معاكم ان شاء الله باذن الله، وربنا يسهل. وطبعا اللايف ده هيبقى مفتوح لكل المراحل، بحيث اللي عنده اي مشكله في اي حاجه نقدر ان احنا نلمها ونجمعها في فيديو خاص لكل مرحله. اشوفكم على خير يا شباب.